بعد وفاة إبراهيم شيكا جلطة تصيب أرملته. تفاصيل صادمة عن حالتها الصحية. بعد رحيل نجم الزمالك إبراهيم شيكا، الأسرة بتعيش صدمة جديدة. أرملته هبة أيمن أصيبت بجلطة مفاجئة. تعالوا نعرف إيه اللي حصل بالظبط وإزاي حالتها دلوقتي. وسط حالة الحزن اللي مالية بيت شيكا بعد وفاته بسبب سرطان القولون، جت صدمة تانية للأسرة. هبة أيمن زوجته أعلنت فجأة على صفحتها: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، جلطة في الرجل اليمنى. الحمد لله. طمنت الناس إن حالتها مستقرة بعد ما خدت العلاج اللازم. جلطة الرجل أو زي ما الدكاترة بيسموها جلطة الأوردة العميقة بتحصل لما بيتكون تجمع دموي بيسد وريد في الساق، والخطر الكبير هنا إن الجلطة دي ممكن تتحرك مع الدم وتوصل للرئة وتسبب جلطة رئوية قاتلة لو ملحقناش الموضوع. اللي بيصاب بجلطة في الرجل بيحس فجأة بألم شديد تحت الركبة أو تورم، أو ممكن يلاحظ لون غريب في الجلد. في حالة هبة الإصابة كانت في الرجل اليمنى، وده بيخلي المشي أو حتى الوقوف عذاب. كل ما الرجل تتحرك أكتر كل ما الألم يزيد. طيب نقدر نتجنب الجلطات دي إزاي؟ أول حاجة الرياضة اليومية، حتى لو مشي نص ساعة بس. اشرب مية كفاية طول اليوم. قلل من الدهون والسكريات وبلاش تدخين. السيجارة بتدمر الأوعية الدموية. ولو مضطر تقعد كتير، كل نص ساعة حرك رجلك ومدهم كده كأنك بتعمل تمارين بسيطة. ولو الدكتور نصحك بجوارب ضاغطة ما تتكسفش، البسها. دعواتكم لهبة أيمن بالشفاء العاجل، وربنا يصبر قلوبهم على فراق شيكا. ولو حسيت في يوم بألم غريب أو تورم في رجلك، ما تستهونش وروح للدكتور فورا. ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب للقناة، وخلوا بالكم من صحتكم دايما. دلوقتي الست دي محتاجة دعم كبير علشان تقدر تكمل وتقف على رجلها من تاني وتراعي ابنها وبنتها.